عربي. قلت ليس كلهم. ايوه خلاص انتهى خلاص. لا اله حبيبي حبيبي، انا قلت ليس كلهم. بارك الله فيك. انت قلت لي في السعوديه. لا هو قال لي ليش قل على السوريين متشردين، وهذا كذب. انا تكلمت على بعضهم ياتي الى هنا ويطعن في السعوديه ويكفر الحكام الدوله السعوديه. قلت له يا اخي انت اسمع حبيبي، انا جزائري وانت سوري، انا بأم عيني راي جزائريين مغاربه سوريين فلسطينيين فلسطين ثاني اخرى باكستانيين يموتون في البحر لاجل اوروبا. تمام صحيح. هل رايت السعوديين والخليجيين يموتون في البحر لاجل اوروبا؟ لا. لماذا؟ لانهم مستقلين ماديا. بارك الله فيك. فانا كمسلم اذا ارى السعوديه مستقله ومستقره ماديا معنويا مستقره كذلك مستقره، ليش اتي واريد ان اهيج السعوديين او اهيج الخليجيين لكي يفعلوا الثورات؟ ليش ما اقول الحمد لله دوله عربيه مسلمه مستقره، شيء جميل، اتمنى بلدي تكون هكذا اذا كنت مسلم حقيقي، لان المسلم ماذا يدور. بارك الله فيك بارك الله فيك. ما يطبعوا مع السعوديه. انت من اي بلد؟ انت من اي بلد؟ الامارات. انت من اي بلد؟ طبعا انا انت من اي بلد؟ الامارات الخليج الخونه سعودي. السعوديه ما خانت فلسطين. خانت فلسطين. انت عربي خانت فلسطين. انت خانت فلسطين. شمسي انت ليش تمزج بين الحكومات والشعوب؟ اتحداك. لا انا اقول لك تتكلم السوريين انت تمزج بين الحكومات والشعوب، هذا غلط. هذا غلط. انا اقول لك انصحك يعني اذا تقبل النصيحه لا تمزج بين الحكومات والشعوب. هذا يتكلم هذا يتكلم باحترام. نعم لا تمزج بين الحكومات يتكلم باحترام. اولا انت هذا لابس صليب. شوف وين الصليب؟ لا هذا صليب. هذا صليب. علم انجلترا. انا قلت لك عالم الشياطين. عالم في صليب. ما دخل بالملبس. صليب هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. انت ناقشني نقشك حكام العرب. خلاص نقشك. شنو سببهم؟ حكام العرب انه ما دافعوا عن فلسطين. نقشك الان. شنو السبب؟ انا اقول لك نقشك. الله يقول مع اليهود. اسمع ما يسمع. خانوا في الاسلام. الله يقول حكام العرب ساكتة عن فلسطين وكل حكام العرب. خلاص الله يقول ما يجلس مع الله، لان ايش؟ هذا لو كان حاكم والله يذبح الشعب. يا هذا انا بعطيني حريه. تعطيني حريه نتكلم يا شعب. تكلم يلا. خلاص الله يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، ان تقي نفسك من هذا الصليب الذي تلبسه اولا ثم تتكلم عن الشعب الاخر. تفضل. دخل صليب حكام العرب. تفضل. السبب روح كلمهم. اتصل بهم. ليش السد جاي؟ بس اقول لك انه لا تمزج بين الشعوب والحكومات. هلا انا الفلسطيني بيعمل مشكله مع السوري، انا اسب الفلسطيني او اتكلم عن السوري. انت سمعت وشفت الفيديو. والله يا اخي مشكله من له الاستطاعه من الحكام وخذل. انت ذاهب هارب. انت غيرت الموضوع. ناقشت الشغله. لا لاني فضحتك والله. كل ما يطعن في السعوديه حاله كما هذا، لابس صليب لا يصلي. سبحان الله. اعتقدتهم. انا اتكلم عن اولا لاني اعرف في حرب صهيو امريكي رافضيه ماجوسيه ضد السعوديه وكثير. انت الان اخي السوري ليست فقط السعوديه، خاصه كل الدول العربيه السنيه، لكن خاصه السعوديه، لاني انا اعتقد بان السعوديه هي راس الدول الاسلاميه، فاذا اسقطت خلاص ترى بعض الناس والله يتمنى ان لو حكمه آل سعود بالنعل. عزكم الله، لأن نعرف الفتنة التي تقع. بارك الله فيك. أنا الذي يدهشني من العرب لماذا لا تتكلمون عن جرائم المجوس الإيران ضد أهل السنة في إيران؟ نعم، لأن دولتك السعودية دولة أنا السعودي أصلا، لكن أحب السعودية، لكن سألت ما يجاوب. لماذا يتكلم عن جرائم المجوس الفرس ضد أهل السنة في إيران؟ طيب لماذا؟ لا يجاوب حبيبي ما تجاوب. لماذا لا نرى هذا؟ انا اجاوبك. تفضل. هلا في حرب وانت تقولها الحرب على الشعوب وليست على الحكومات، لان الحكومات ممكن تتبدل. لا على الحكومات اخي. لا يعني جبنا حكومه جديده. لا على الحكومه السعوديه، الدوله السعوديه يعني هلا انت الشعب الحكومه. تعرف عبد المجيد الزنداني؟ أعرف. عبد المجيد الزنداني هذا مات ربي يغفر له ويرحمه، لكن له فيديو في الجزيرة قال فيه مخطط لتبديل الشرق الأوسط بإسقاط الحكومات. ثم هذا لأن الإخوان المسلمين يتغيرون. ثم عندما خرجت الثورة في اليمن قال المظاهرات من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذو يعرفون الحق ثم ينكرونه.
فمعروف هذا اخي والله بارك الله فيك. نحن هذا ليس معناه حبيبي نعم حكومات بعض الحكام انا لا ادافع عنهم لان عنهم طامات نعم كلهم لا ليس كلهم لا 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 لا, لا ليس كلهم. في السعوديه ما شاء الله التوحيد قائم، السنه قائمه، القران يطبع، كتب اهل السنه تطبع، الناس يصلون الحمد لله. انا ذهبت الى السعوديه ما رايت الا الكرم والخير اسمع حبيبي دقيقه. انا ذهبت الى مكه الذي سرني ويفرح كل مسلم سني ما رأيت أناس يطوفون حول القبور، رأيت كل المسلمين يطوفون حول الكعبة. لو كانت بيد العثمانيين أو غير آل سعود لرأيت الناس يطوفون حول القبور. فالحمد لله جزاهم الله خير. أنا معك، ما أقول إنه السعودية والله هم بلاد الشر أو إنه هذا، بس أنت بلاد خير أكثر وأكثر. خير الحمد لله أهلنا الشعب السعودي. لكن المشكلة سكرون باب الانتقاد بحيث إنه هم يتمادوا وتمادوا فعلا الحكام. لا صحيح يا اخي. لا انا قلت لا على الكفر عفوا. لا مش الكفر لا هذا غير صحيح. لماذا؟ نعم اوقفوا باب الانتقاد الذي يخالف انا تمنع الناس من انتقاد الحكام، تقول كل من ينتقد الحكام توقفوه في صف ثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام اولا ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ربنا جل وعلا لموسى عليه الصلاه والسلام الله أرسل موسى وهارون إلى من؟ إلى أكبر طاغية في التاريخ، توافقني؟ فرعون. قال أنا ربكم الأعلى. وماذا كان يفعل؟ كان يقتل أطفال بني إسرائيل، كانوا مسلمين. فعندما أرسله الله أي عندما أرسل الله موسى ماذا قال له؟ قل لفرعون قل له يا طاغية يا كافر لعنك الله، أم قال قولوا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم ولكن كذلك قال موسى وما أظنك يا فرعون إلا مثبورا. هل ذهب إلى مقاهي أو مجالس بني إسرائيل أم ذهب إلى الحاكم نفسه؟ فهذا دليل تذهب أنصح الحاكم، لأن الكلام ضد الحكام علانية يأتي بالفوضى. أخي أنا جزائري عشت فوضى في التسعينات، الخروج على الحاكم والفوضى تخرج مثل ذلك. أنت سوري بشار كافر، هذه لا ريب فيه. لكن الآن طاغوت هذا لا شك فيه. لكن الآن هل أهلنا في سوريا كان عندهم القوة ليخرجوا عليه؟ ما كان عندهم القوة، لأن هذا الطاغية. نعم فاهمك. هي أجبروا ماذا أبا أجبروا. أنت شخص هجم عليك يريد يقتلك، أنت لما تدافع عن نفسك لا يمكن تقول أنا والله لا أريد أن أخرج أخي شوف هو طاغية كافر لكن الحق يقال. هو ما خرج عليه، ما أجبركم كلكم مش تخرجوا، ما هو طاغية. أجبرنا. كيف ما أجبرنا؟ خلاص كيف ما أجبرنا؟ أنا لو سمحت ما تصور، ما بحسن اتكلم. خلاص ما في مشكله. لا ما في مشكله حبيبي، بس انا انصحك تراجع نفسك. انا راجع نفسي الحمد لله. على ماذا على اي شيء؟ والشعوب في انفصال بين الحكام. لا بين السعوديه شوف حبيبي انا في السعوديه خليني الواقع. اسمع السعوديه عندما تذهب الى الخليجي الكويتي السعودي تقول له هذا الكلام ما يوافقك، لان تعرف نحن اسمعني حبيبي نعرف السعوديين نفس كلامك عن بشار. اسمعني حبيبي الخليجيين انا رايتهم شيء يعجبني هذا فيهم. فاش يعجبك ما شاء الله يتعامل مع حكامهم وحكامهم يتعاملون معهم كأنهم إخوة، كأن الأب مع أبنائه، كالخال مع هذا الذي فيهم ما شاء الله. فعندما تأتي إلى السعودي تقول أنا عندي مشكلة مع الحكام، هذه ما تلعب معاه. أنت مع الجزائر ربما تدخل فيها هذه الأشياء، لكن نحن لابد لا نرضى بالحرام. إذا حرام في السعودية أو في الجزائر أو في باكستان في الكويت حرام لا نرضى به، لكن لابد أن نحذر من طريقة الخوارج التي لا تأتي إلا بالشر. أتفق. بارك الله فيك. نحن نسأل الله أن ينصر إخوانا في سوريا في فلسطين، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن أي حاكم عنده القوة لينصر فلسطين ماديا وكل شيء ويخذلهم نسأل الله أن يخذله. أنا هذا الذي أقول. أنصحك. لكن الذي نراه ما عندهم مساكين. أنا كنت أرى السعودية ما شاء الله فعلت مجموعة دول تذهب شرقا وغربا لنصر فلسطين. بعدين يجيك هذا يقول ليش أنت يجيك شخص يقول لك ماذا فعلت السعودية؟ ليش هذا إنكار الخير من السعودية؟ لأنه مش موضوع السعودية، موضوع الحكام. تكلم عن السعودية أنا ما أتكلم في كل الحكام، الحكام عندهم طعمات، أنا ما أتكلم في كل الحكام. بشكل عام أنا أجيب لك شيوخ نعم. يقول لك بشار الأسد حلو، وأجيب لك شيوخ يقول لك الخوارج. في بشار هذا الحد. لا عندك اتجاه وعندك اتجاه، في اتجاه وسطي في النصف. أنتم بدكم تحاولوا أنا على الوسط الحمد لله. أنا قال الله وقال الرسول لا نرضى بالحرام ولا نفعل طريقة الخوارج. أيوة. لكن أنا ما جاوبني عن سؤالي الذي سألته وصديقك ما فهم. لماذا لا نرى العرب الذين تأثروا بالإعلام الفرسي المجوسي الإخواني يتكلمون على الجرائم التي تقوم بها إيران الفرس المجوسي لأنهم مسلمين مثلهم؟
لكن انت تقول هذوك مجرمين وهذول مجرمين، لماذا تتكلم عن هذول انت لا يمكن انك من المجرمين لهم السنيين؟ انت الحق تبعك هو دين. ما فهمت من هم المجرمين؟ اللي يسكتون، اللي انت سؤالك ان سؤالي انا يسكت العرب الذين يتكلمون عن السعوديه، ياتي يتكلم في السعوديه. لا اخي لا تروح لي وتجيب لي في السعوديه، انا ما عندي هذا الذي لا انت عم تقول عن ايران، عم تقول عن ايران، انت تقول على الدول العربية. كلامه واضح. بارك الله فيك. لماذا الدول الناس الشعوب العربية تطعن في السعودية؟ حلو، ولا عندها دليل، ولكن لا ترى ما يفعل بأهل السنة في إيران. أنا أرى ليش العين والعرب بارك الله ما يحصل في أهل السنة في سوريا، وأرى من صافح يدي اللي قتلهم. أنا هذا أراه، وأنا بيني وبين ربي على يقين الحمد لله، وأعرف إيش مين الصح ومين الغلط على حسب ما شفنا. وأنت لما تدافع عن الناس مش هي أنت لن تتحاسب عنهم، اتق الله. لا أنا أدافع على السعودية، أدافع على الحق الحمد لله. مسلم على المسلم. نعم على بلد ما شاء الله لم نرى منها إلا الخير. إنه ما يروح لعند بشار ويقول له السلام عليكم ويصلوا ويبوسوا بعض. ما في مشكلة. ما رأيك في حماس؟ ما رأيك في حماس؟ حبيبي ما رأيك في حماس؟ لعنة الله عليهم. أعوذ بالله أخي، هذا غلو. ليش ما يصير؟ ليش ما يصير؟ لا ما تلعنهم، ما تلعنهم. حماس لا ما تلعنهم، لا ما تلعنهم أخي، لا يجوز. لا ما تلعنهم يا أخي. لا أعطيني دليل. لا مسلمين لا يجوز نعمة مسلم. حماس مسلمين نعم. لا في أشياء نوافقهم فيها، لكن لا تلعنهم يا أخي. يجوز لعن الظالم؟ لا أخي، يجوز لعن الظالم. فأنت مع من؟ مع حماس ولا مع إسرائيل؟ لا مش مع إسرائيل ولا مع حماس، أنا مع الشعب الفلسطيني اللي يتدمر. أنا لو قلت هذا الكلام قالوا عني صهيوني، سوف يقول صهيوني. قل الحق ولا تسأل شيء. عجبتني ما شاء الله، لكن لا تلعن مسلمين، ونسأل الله أن يهديهم. ظالمين. لا هم فاش. هم ظالمين. أنا فاهمك، نعم فاهمك، لكن شوف أنا أبين نقطة هنا، نقطة وألا وهي كثير من الإخوة عندي هنا لأنهم يعرفون أنا الحمد لله عندما أدافع عن السعودية بكل أني أعرف تاريخ السعودية وأعرف بأن هذه. خليني نكمل. ليس أنت أو الدول العربية، لأني أعرف بأنه فيه مخطط صهيوني أمريكي رافضي إخوانجي لتدمير الدول العربية السنية، أنا معك، خاصة السعودية. أنا أعرف هذا. فأنا كسني مسلم سلفي ماذا أفعل؟ أقول نعم إذا رأينا الحرام في أي بلد إسلامي ننكره بالطريقة السلفية السنية مبنية على القرآن. أي قال عمر بن الخطاب ماذا قال؟ أنت قل لي إذا عوجت كيف قول؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذا كيف الأسلوب؟ علمني. الأسلوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية فليأخذه بيده، فإذا قبل الحمد لله، وإذا لم يقبل لقد أديت الذي عليه. وإن كان غير ممكن. يا أحمد كذا قول الله. فرعون يا أخي، فرعون قتل بني إسرائيل مسلمين، وقال أنا ربكم الأعلى، قال إن صحوا ما قال نصحوا أمام الملأ. أذهب إليه وبعدهم يقول لك نعم في حديث كلمة حق عند سلطان جائر. طيب ما شاء الله. ولو كانت في مظاهرة. اسمع حبيبي، نعم هذا حديث صحيح. نعم إذا ذهبت إلى سلطان جائر، ما تأتي إلى بريطانيا تختبئ في بريطانيا كالخواف وتقول واو وتدفع ضرائب لهم، ثم تقول كلمة سلطان عنده إيش؟ أنت في بريطانيا ليس عنده. إذا عنده، وإذا قتلك شهيد إن شاء الله. إن شاء الله. لا هو يهرب يقول لك كلمة الحق. كلمة حق ليس عنك أنت أخي، أتكلم عن شخص ثاني. سؤالي كلمة حق في وجه سلطان جائر ولو كانت في مظاهرة. لا هذه ليست عنده، هذه ليست مظاهرة طريقة على الكفار، ليس طريقة المسلمين في إنكار المنكر. هي مظاهرة منكر نفسها. طيب أنت لما تنكر منكر على سلطان، هذا السلطان شرطه أن يكون مسلم أو لا؟ ليس شرط يكون مسلم. فرعون كان مسلم. يجوز أنت أنك تأخذ حكمك من حاكم غير مسلم. فرعون لسيدنا موسى، نحن عندنا شريعة لا سيدنا موسى. لا حتى الأسلوب نفسه. أخي إن كان شريعة نحن حبيبي، إن كان المنكر ليس خاص بمسلم، إن كان المنكر بالأكبر منكر هو الشرك بالله. لا إله إلا الله. صحيح هو الشرك بالله. ثم تستطيع أن تنكر المنكر مع الكافر يفعل الشرك، تقول له لماذا تفعل الشرك؟ هذا كذا وكذا. مع المسلم كذلك. طيب ورد الصائل. رد الصائل هذا موجود في شرع الله. نعم. طيب إذا شاف شخص يقتلك فدافع عن نفسك. وإذا مت شهيد إن شاء الله. يعني رد الصائل مباح، بس انك تتظاهر انك تحكي انه يعني انت عندك صائل جاي على بلادك. ايش دخل رد الصائل في النصيحة؟ ممكن ترده في المظاهرة. ليش انت عندك هذا ليس رد الصائل. ليش هذه ليس رد الصائل عندما يأتي يقتلك. ليس المظاهرات ما يقتلك. محاصر. وانت بدك تحكي، بدك تعبر عن نفسك. اوكي نحن ما عندنا التعبير، ما عندنا حرية تعبير. هي رأينا. اسمع حبيبي، حرية التعبير هذه ما في أي بلد أصلا. أنت حتى هذه كذوبة غربية. أنت الآن حرية تعبير، ما في حرية تعبير في أي بلد. ايش تعريفك لحرية التعبير؟ أنا أقول لك الآن أنت لو خرجت من هذا المكان ومدحت بن لادن علانية الشرطة تأخذك.
تمام. فأين حرية التعبير؟ طيب في فرنسا كذلك نفس الشيء. ففي كل بلد يعطوك حرية تعبير التي بارك الله فيك. ففي الإسلام في حرية تعبير. أما حرية التعبير التي سوف تؤدي إلى القلاقل والفوضى في المجتمع، هذه مفسدة، هذه ممنوعة في الإسلام. هذه التي تؤدي الى القلاقل والفوضى، نعم. هذه انت تحددها على كيفك؟ لا، العلماء الربانيين، القرآن والسنة، الربانيين. ليس الشعب. لأجل ذلك عندما ذكر العلماء من يجوز ليخرج على الحاكم الكافر ليس الشعب، قالوا أصحاب الشوكة. طيب ليس، لأن الشعب مختلف، هذا يريد الديمقراطية، هذا يريد الليبرالية، هذا يريد الإسلام، هذا يريد الكفر. فهمت أخي؟ وهذا الذي وقع في البلدان الإسلامية بارك الله فيك. في الجزائر في التسعينات عندما خرجوا كان فيه الليبراليين، كان فيه الإسلاميين، هذه كلمة إسلاميين احنا كلنا مسلمين. طيب لكن هم يقولون عنهم اسلاميين. كان فيه الشيوعيين، كان فيه، خرجوا لماذا؟ ضد الدولة واجتمعوا. كيف تجتمع بكافر وتريدون تقيموا دولة مخلطة بالكفر والإيمان؟ فأخي الله يقول لا لا لا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وما ربك بظلام للعبيد. نحن نريد أن يكون لنا حاكم كعمر بن الخطاب، ولكن نحن شعب رايح فيها، هذه صحيحة. في الخير الحمد لله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله يقول يا أيها الذين، أحسنت بارك الله فيك، كما تكونوا يولى عليكم. الإنسان أخي، أنا شخصيا أعرف عندي بنات الآن، فأنا كيف تريدني أن أبدل دولة؟ ما أستطيع حتى أبدل بيتي. خليني أبدل بيتي أولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لكن نحن لا نريد أن نضع الملام على أنفسنا، وهذا ليس معنى لا نضع الملام على الحكام. هذا الحكام سوف يقفون أمام الله أخي. أنا الحمد لله لست حاكم أخي. أوكي. أنا الحمد لله يا أخي، والله مسؤولية. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه أبو ذر وأمره أن يؤمره في شيء، فقال يا أبا ذر رضي الله عنه وارضاه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. فنحن والله الحمد لله لسنا حكام أخي. أخي أنا عندي عندك بنا أولاد أنت؟ الله يرزقك بزوجة صالحة، أولاد صالحين. والله يا أخي ليل ما نمش بعد أحيان. مسؤولية عظيمة يا أخي. تخيل تحكم في 40 مليون شخص. هذه يا أخي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما كبر في السن وتوسعت الدولة الإسلامية دعا الله أن يأخذ روحه. أسألك، لأن مسؤولية. الله يوفق حكام المسلمين. أسألك، والله يهدينا ويهديهم. تكلمت عن تبديل الحكام. كيف في طريقة في الشريعة لتبديل الحكام؟ في الشريعة طريقة تبديل الحكام، أولا في الشريعة الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن كيف نغير المجتمع. نبدأ بأنفسنا. تمام. طيب ثم يأتي النص من عند الله. مثال ذلك موسى عليه الصلاة والسلام كان جالس تحت طاغية فرعون، كان تحت طاغية فرعون وبني إسرائيل. ماذا فعل موسى؟ درس بني إسرائيل، علمهم، فجاءهم نصر الله بالخلافة، أي نصرهم الله. طيب الخلافة كانت ليوشع. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان تحت طاغية أبو لهب وأبو جهل. قاتلهم؟ لا قتلهم عندما خرج. بس نعم. قاتلهم في لا أسلوب. لا في مكة ما قتلهم. قلت لي تغير أنفسنا ثم النصر من عند الله. نعم. هذا كلام إنشائي ما في آليات. لا من شيء، لا في آليات؟ الآن الآليات تأتيك. مثال ذلك إذا تتكلم على الكفار ولا المسلمين الحكام؟ الاثنين تفضل. لا مسلمين ما تخرج عليهم اصلا. اوكي. مسلمين بالنصيحه، حتى كما قال الامام احمد يستراح من شو كان يستراح من فاجر او يرتاح بار. فالطريقه السنيه السلفيه من القران والسنه اذا كان مسلم بالنصيحه والتعليم وكما نقول لك والدعاء. والكافر؟ الكافر نعم بالقوه وتخرجه عليه. اذا كان عندنا قوه، ما كان عندنا قوه ما تخرج. كونديشن شروط. اذا كان عندنا قوه ليس الشعب، مرة أخرى ليس الشعب، يخرج أصحاب الشوكة. ما في أصحاب شوكة. فيه يا أخي. ما كان فيه أصحاب شوكة. فيه يا شيخ، فيه يخرجوا. إذا ما خرجوا خلينا ما تخرجش يا أخي. لا شوف أخي سوريا الآن كلامك حبيبي سوريا الآن نحن بغض النظر عن بشار كافر، تمام، هل هي أحسن أم أسوأ؟ هذا مش معيار. كيف لازم مش معيار؟ انت صار في حرب في بلدك. ابن تيمية رحت على ذكر هذا. انت صار في حرب في بلدك وتقول لي هل هي احسن او افضل؟ هذا سؤال يعني مع احترامي. لا هذا معيار. لان ايش؟ لان من الاصول المقررة. اسمع من الاصول. سألتني سؤال مش منطقي. من الاصول المقررة عند الشريعة. الشريعة اتت لتحصيل المصالح وتقليل المفاسد. بالضبط. واذا كان في مفسدتين فيرتكب المفسدة الصغرى لدرء المفسدة الكبرى. هذه من الشريعة بارك الله فيك. طيب. لاجل ذلك لماذا عفوا لماذا لم يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالجهاد في مكة؟
لماذا لم يأمر الله؟ رغم أننا أعلنوا إسلامهم. يا نعم وقتلوهم، وكان يعبد الطواغيت في مكة في الكعبة، أفضل بقعة في الدنيا. أذن للذين يقاتلون بأن هذه في المدينة، هذه في المدينة ليست، هذه في المدينة ليست مكة. العلة في الإذن بأنهم ظلموا، تمام؟ لكن ظلموا في مكة يا أخي معك في مكة. لا الآية ليست مكية، هذه مدنية. معك أنا، بس العلة في إنه الإذن بأنهم ظلموا. لماذا لم يأمر حبيبي، ليس سؤالي هذا حبيبي، لماذا لم يأمرهم الله جل وعلا بالجهاد في مكة المكرمة؟ قل لي. لأن مكة عندهم قوة. بارك الله فيك. دليلك. دليلي هل الشمس موجودة؟ نعم. هل الشمس موجودة؟ يا أخي أنا معك. لا هل الشمس موجودة؟ أعطني دليل. معك أخي دليل واقع واضح. يا أخي هذا الشيء واضح، أنت عم تعطيني معلومة واضحة لأن أخي والله سؤالك غير واضح. منطقي. سؤالك غير الله يحفظك حبيبي، والله يا أخي لما تتكلم والله يا أخي الله يحفظك. أنا أعطيك بس هي النقطة. تفضل. أخي ودليل العلماء ذكروا هذا مبني على السيرة. أنا معك، أنا أتفق معك. خلاص يقول دليلي. بس أنت ما أعطيتني معيار. لا متى يأتيني الإذن أنا في سوريا أني أقاتل؟ أنا عندي العلة. ترجع إلى ما عندي علماء. لا أنا علماء يمدحوا في بس. خلاص لا هذه علماء السنة، ليس علماء السنة. ما كان في. خلاص يا أخي ليس أنا، اسألهم هم، أنا ما أدري. أنا خبرة. أسألهم، أنت تخرج تفعل ما شئت أخي، لكن هذه الأمور أخي الله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم. الله أمرنا في إذا كان في أمن وخوف لمن نرده؟ إذا ما عندنا أولي الأمر أنا أعوذ بالله. الأمر أنا عندك ولي أمر كافي. لا أولي الأمر هو من العلماء والأمراء كذلك. إذا كان يرجع العلماء يرجع إلى الناس اللي عارفين هذا، ترجع إلى العلماء الربانيين. العلماء العلماء الربانيين قالوا نخرج. من قال هذا تخرج منه؟ العلماء اللي في الضيعة اللي في المسجد. خلاص. لا ليس علماء هذول في المسجد. العلماء هذول أئمة مساجد. لا المفتي هو العالم معناته، المفتي اللي بيدعي. لا أخي، مفتي وين العلماء؟ مفتي بشار هذا طاغية مثل البشار. بارك الله فيك. نتكلم عن السنة، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عثيمين، الشيخ بن باز، الشيخ الألباني. أنا رحت 2011 أسأله إيش أسوي؟ 2011 هذا كلام غير منطقي. كان موجود، لماذا لم تسأله؟ لكن وقدر الله ما شاء فعل. الله ينصر أهل السنة. لو قالوا له لا تقل هذا ما قاله. ولا لا يقول أخي. الله يهدينا ويهديكم. بارك الله فيك. الحمد لله. جزاك الله خير يا آمين وإياكم. الحمد لله على السلامة. حياك الله. كيفك؟ الله يسلمك. طيب كيف الحال؟ الله يسلمك. بارك الله فيكم إن شاء الله. والله الحمد لله. عندنا مدة ما جينا هنا. اي والله من زمان. عندي أكثر من شهر. I came to Shepherd Bush 2 weeks ago and you guys weren't there actually. صحيح because you're right. We were there last week. Last week you were there. Yes 2 days ago. And الحمد لله. Yeah صح. Free girls become Muslims الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. والله يا أخي. والله سبحان الله. When you guys go to Shepherd Bush or these giving da'wah to those places, it's much better than speakers corner. Yeah you're right. والله لأن الخير فيها كثير. people are listening. صحيح. People are actually honorable against themselves. Yes, exactly. This is a brother him. Yes. الحمد لله. Alhamdulillah. And you guys, when you come here, these guys actually come and try